امتى الماركتنج يبقى خطر على الشركه؟ سؤال خطير طبعا. والحقيقه انه اجابته حضرتك قلتها دلوقتي. لما انا اعاند في الغلط، لما ما اعترفش بالغلط واقول يا جماعه ده كان خطا احنا غلطنا فيه، وادي الطريقه اللي هنصلحه بيها ومش هنقع في نفس الغلط ده تاني. يمكن يعني في القرآن يعني ولم يصروا على ما فعلوا. أيوة. يعني ربنا صحيح. دايما الإصرار على الخطأ. يعني الناس بتخلط ما بين مفهوم البرزيستنس والكونسيستنسي وان انا مصر وهعمل وبتاع، وما بين حبيبي انت كده بتعند في الغلط. انت صحيح. محتاج تعدل. مرحله الكبر بالزبط. انا بتكبر على الغلط فتعمل مصيبه أسوأ كبيره من الغلط نفسه. يعني خلينا اقول لحضرتك ان فاكر قصه الفشل اللي قلناها في الاول، اللونش اللي كان من أسوأ الحاجات في المعاملة مع موقف زي ده إن الناس اتكبرت في اللحظة دي على إن إحنا غلطنا. أصلا لو صرفت مليون يورو هروح أقول إيه لصحاب الشركة؟ ليش يا جماعة أنا خيشت مني في مليون يورو؟ مصيبة طبعا. طيب أعمل إيه؟ أنا عندي 1000 طريقة أبيع بيها إن لأ ده نجح بس بالزاوية اللي أنتوا ما شفتوهاش وهكذا. أنت هنا بتعمل إيه؟ تستنزف الشركة أكتر أو بحور علشان أطلع عشان مكاني، بحافظ على مكاني دلوقتي بس. فانا بستنزف الشركه اكتر، لانه طول ما انت ماشي في السكه دي هتصرف اكتر علشان تبين حاجه مش حقيقيه ومش قيمه حقيقيه، بس بتشتري وقت لغايه ما برضو الموضوع هيضرب في وشنا كلنا. وده برضو في الاخر باي ذا واي اللي حصل. وده ساعتها لو الماركتير اللي موجود دي طريقه تفكيره، هنا بيبقى الماركتنج خطر على الشركه، ويتحول من انجن المفروض انه بياخد الانسايت يحولها لديماند، ويحول بعد كده الديماند لجروث، انه لا انت كده واخد الشركه ورايح بيها في حته سيئه جدا. صحيح.